عارفين إن دي أحلى وأسهل طريقة ممكن نحتفل بيها بأي مناسبة عندنا، نعمل تورتة بإيدينا. أولًا ده بيبقى إحساس مختلف خالص، مش محتاجة أوي حِس فني، ومش محتاجة يعني خزعبلات أوي. كل اللي هنحتاجه 6 بيضات ورشة فانيليا ومعلقة صغيرة خل، وهنجيب الكيك الجاهز، كيك السبونج أي كيك إسفنجي، سواء بيتباع بالكيلو أو بيتباع في علب يعني زي دريم زي بريتي كيك أي حاجة أي اللي موجود متوفر عندكم يعني، هتلاقوه في الماركت. أنا هنا باقلّبه بس كويس، أنا حطيت عليه 6 بيضات، هو بيبقى مكتوب عليه طبعًا الكمية، 6 بيضات ونُص كوباية من المَيّة ورشة من الملح ورشة فانيلا، وأنا باحط عليه معلقة من الخل، ونضربه كويس جدًا، جدًا لمدة 7 دقايق، 10 دقايق، لحد أمّا يرتفع خالص. بعدين هنحطه في صينية مدهونة، هندخّله في فرن متوسط لمدة تقريبًا نُص ساعة لساعة إلا ربع على حسب الفرن بتاعنا. هتلاقوا أهم حاجة بس ما تفتحوش عليه بدري يعني عشان الكيك ما يهبطش. أنا عملت نُص بالشوكولاتة ونُص بالفانيلا. بُصّوا عمل معايا 4 طبقات لكل كيك، يعني الكيك الأبيض والكيك الchocolate. هتحطوا بقى كريمة، اللي عايز يحشي براحته طبعًا، لو عندكم مكسرات أو فواكه زي ما أنتم حابين، عايزين تحشوه عايزين تسيبوها كده يعني حسب ما أنتم بتحبوا، وطبعًا كل ما هتحشوها حاجة هترتفع أكتر، فأنتم برضه الارتفاع اللي أنتم عايزينه لازم تقدّروه. الموضوع مش صعب خالص على فكرة، بالعكس بيبقى مسلي وظريف، ومش شرط أوي يبقى في حِس فني فظيع عشان تعملوا تورتاية يعني خطيرة. لأ، أنتم كمان الأشكال الtopper والحاجات دي دلوقتي بتبقى بتسهّل جدًا إن إحنا نخلّي التورتة بتاعتنا شكلها مميز وحلو فعلًا كإنها جايبينها من برّه. رغم إن أنا ما حطيتلهاش topper ولا حاجة، أنا كنت جايبة topper happy birthday وأنا نسيته، بس مش مشكلة يعني إحنا ما همّناش خالص. أهم حاجة إن أنتم تحتفلوا بوجودكم مع بعض، لو أنتم مثلًا جاي لكم ضيوف، بتبقى حاجة حلوة أوي لمّا بتعملوا حاجة فعلًا بإيديكم. أنا هنا ما فكّرتش بصراحة إن إحنا نجيب تورتاية جاهزة، رغم إن التورتة جاهزة ممكن تكون يعني متوفّرة جدًا، بس بالنسبة لي إن يعني أحَب ليّا إن أنا أعمل حاجة يعني بإيديّا أنا، تمام، وطبعًا تكلفتها أكيد بتكون أقل بكتير. غطيتها بقى كلّها بالكريمة، طبعًا الchocolate حشيتها chocolate والكريمة حشيتها كريمة. أنا هنا علّيت شوية لإن كانت الكيك مش كلّه قد بعض، فعلّيت شوية بالكريمة. آمم، لو تلاحظوا يعني في الكريمة بالchocolate دي، ولزقت بقى كلّه طبعًا ببعض زي ما أنتم شايفين كده علشان الكيكة تمسك. طبعًا لمّا بتدخل التلاجة بتمسك تمامًا ما تقلقوش، حتى لو الدنيا سايحة شوية. هي هنا الشمس كانت طالعة بس يعني الجو في تركيا مش بيبقى حَر أوي يعني، درجة الحرارة بتبقى برضه مش بتبقى حَر أوي يعني، هي ما كانتش سايحة أوي على فكرة، بس طبعًا لمّا دخلت التلاجة مسكت نفسها. أنا هنا بس باساوي كل الجناب، وأسهل طريقة إن أنتم تزوّقوا بيها أي تورتة هي طبعًا الsprinkle، أي sprinkle أو الفرماسيل بيزيّن جدًا التورتة وبيدّيها شكل تحفة. هتساووا بس الكريمة، طبعًا أنا فضّلت إن هي تبقى من برّه كلّها شكل واحد عشان هتبقى أظرف. يعني كنت ممكن أعملها جزئين وجزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا، بس حسيت إن هي من برّه لمّا هتبقى كلّها كريمة ويعني هيبقى شكلها ظريف أكتر. طبعًا حسب ما أنتم بتحبوا، حسب صاحب المناسبة دي ما هو بيفضّل يعني. هنساوي بس كده الكريمة، وهابتدي إن أنا أعمل بالPippin كده. بُصّوا هاعمل أشكال عشوائية كمان على فكرة، أنا طبعًا أنا ما كنتش في بيتي، فما كانش عندي إمكانيات أوي، بس عايزة أقول لكم بأبسط الإمكانيات ممكن تعملوا حاجة تجنن، وكل اللي يشوفها ويدوقها يعني بجد تعجبه. أنا مش من هواة إن أنا أسقي الكيك حاجات، بس طبعًا لو الكيك كان عشان كان معمول في يوميها طبعًا كان طري أوي، فأوقات كده الكيك لمّا بنبقى عاملين الكيك نفسه قبليها بيوم، فتلاقوه ناشف شوية، فبنضطر إن إحنا نطرّيه بإن إحنا نحط له نسقيه أي حاجة يعني، ساعات مَيّة بسكر، مَيّة بنسكافيه، على حسب الحاجة اللي إحنا إيه هنحلّي بيها يعني. بُصّوا sprinkle في الجناب وبس كده، احتفلوا بقى بكل مناسباتكم وعيشوا حياتكم والدنيا مش صعبة أوي على فكرة، هيكون عيد ميلاده وابسطوا ليلى نفسكم سعد الأعياد بالإمكانيات اللي معاكم، وليحيى أبو البسط ودمتم في سعادة وراحة بال.